يا مساء الفل، يا مساء الجمال، يا مساء الرضا علينا وعليكم وعلى الجميع وعلى أمة محمد أجمعين. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسونيش في الاشتراك، واللي ما اشتركش عند وصفات أم حبيبة يشترك. يا حبايب قلب أم حبيبة، يا رب تديمكم نعمة في حياتي يا رب، ويجعل في ميزان حسناتكم، وتحط اللايك والاشتراك والكومنت الحلو بتاعكم. واشكر الناس اللي كاتبه لي كومنتات حلوه بتشرح قلبي، والله بترفع من الروح المعنويه عندي. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. كده على بركه الله، مش هكتر في الكلام. دول كانوا عندي شويه توم كده، رحت مقشراهم. فقلت التوم طبعا الوقت ما يفضى، فانا قلت انا هقشرهم مع حبايبي. قشرت الحبه دي وقلت والله لا اعمل لهم الوصفه الحلوه الجميله العسل دي، وصفه التوم اللي ما بتحمرش. انا في ناس بتسالني بتقول لي التوم بيحمر، لما بنعمله بيبقى مسفر كده ومش حلو. لكن انا اعمل لكم النهارده وصفه ما خطرتش على البال من ايدين وصفات ام حبيبه. يا رب وصفتي تعجبكم النهارده يا حبايبي، والفيديو الحلو الجميل ده يعجبكم. احلى فيديو جميل في تخزين التوم الحلو اللي انت لو عايزاه يفضى قبل ما يفضى تروحي ايه لحجاه جوام، عشان التوم بين البنين كده قبل ما وهم زارعين ده يروح ايه ده عبايه ما يخش عليه السنه. كل سنه وانتم طيبين. بيفضى والله كذا مره وانا اجيبه ويفضى. فدول يا حبايبي هم، اللهم صل على سيدنا محمد. هنقشرهم برضو التانيين دول، وهتبقى معايا خطوه بخطوه. ويلا كده نجيب الكبه الحلوه الجميله دي، نجنب دول على جنب مش محتاجينهم. انا حبيت اوريكم بس روس التوم الحلوه الجميله دي. ايه رايكم في الجمال؟ يلا كده كده بصوا هنحط للوصفه يا حبايبي الجميله دي ملح وليمون وقرن الشطه ده هخرطه فوقيها. وهحط يا حبايبي معلقه خل، اللهم صل على سيدنا محمد. معلقه سكر. بلاش الخل ده من الليمون محطوط، يبقى بلاش خل، عشان ايه الخل هيعمل ايه ماده حافظه ومش هيبقى الطعم حلو يعني في التوم. وهيخلي التوم يبقى مش يعني مش حلو. كل واحد وطريقته. انا بحب احط الليمون. الليمون بيحفظه من الحمار، ما يخليش يسفر كده زي ما واحده بتقول لي. والشطه انت كده يبقى حاجه حلو، بدل ما تجيبي الشطه وتطحنيها لا، يبقى هو مطحون بقرن الشطه الحلو الجميل اللي انتوا شايفينه حضراتكم ده. والملح، وهنحط سكر، وهنحط ذره ايه يا حبايبي تاني الزيت. هنحط كم 3 معالق زيت. دول يا حبايبي كيلو ونص توم، مقشراهم بالكوام العسل بس تخين. بصوا يجي كيلو ونص. يلا كده بينا يا حبايبي نحط كده، اللهم صل على سيدنا محمد. نجيب الكبه بس ربنا يقف معانا وتشتغل. احنا مش هنحط الثوم ولا الملح لما نضربهم. يا رب بس تشتغل يقف معانا ربنا. بص مش عارفه ليه بتتكسر دي على طولها. بصوا شايفين طقه كيف، يعني من الكبات اللي مش قوي يعني. نعمل كده بيه في فص الثوم الحل. صورة التليفون اتحرك، نغسل بس السكينة ونقطع كده بتاع الشطة كده. ايه رأيكم في القوام الجميل ده، في القوام اللي وننزل كده بالثوم الحلو ده كده. احنا بصوا يا حبايبي انا مفصصاهم، هقول لكم على التفصيص انا بفصصهم ازاي. بقى اجيب ميه كده، لو عندك ميه اي ميه موجوده تروحي جايباهم وتبليهم في جردل او في معون. تبليهم للصبح، تبليتيهم من الليل في الميه، وتصبح عارفه تمزجهم تمزيج كده. نمزج دي طريقتنا احنا في معلش يا حبايبي التليفون فصل. فايه نحط بس كده ايه بصوا التوم حلو كيف. على فكره اللي هي مش هتضربهم كلهم يعني. دي لما تضرب حبه حبه على قد يعني، عشان السلاح بتاعها مش قوي، والموتور بتاعها يعني مش قوي. يلا كده خليكم معايا نضربهم وهنرجع مع بعض. اهم يا حبيبي فرمناهم بصراحه اقول لكم الجد. المفرمه ما عملتش فرمناهم على بتاعه مكنه اللي بالكهرباء دي بتاعه البسكويه. شايفين مره واحده. ايه رايكم ننزل بالليمونه الحلوه الجميله دي نحصرها على الفيق، ولا هيحمر ولا يجرى الميه حاجه. نجيب البتاع اللي بتحصر دي الحلوه الجميله ما شاء الله. انا محصور بها شطفها بس كده وننشفها. لازم تنشفوها لما تشطفوا الحاجه تنشفوها، عشان لو جت فيهم ميه هيبوظوا هيحمروا فعلا. فاحنا ايه قسمناها كده
بالكام العسل ده نحطها كده. اللهم صل على سيدنا محمد حبيبي يا رسول، بتاع الزمان اللي العصره دي. هنحصرهم كده بس عشان البذر، بس انا عشان البذر. عصرنا واحده التانية. ايه رايكم؟ الليمون يحفظهم ومادة حافظة يعني. والملح ايه رايكم؟ مش هنحط كتير ملح. نجيب معلقه برضو عشان المعلقه دي جوه التوم. نحط معلقه. معلقه ونص ملح. ايه رايكم في الجمال؟ والله حبه توم تحفه. هنحط كده معلقتين زيت كبار حلوين. معلقه كمان عشان تحفظ الزيت، يحفظهم ما يخليهمش ولا يصف، عشان نحطهم في التلاجة من تحت نستعملهم. يعني نجيب معلقه سكر، يعني مش ملانه اول معلقه يعني بتاع السكر. نص يعني قولوا ما اعتبروا نص معلقه، عشان السكر ليه يا حبايب قلبي وصفات ام حبيبه. السكر يحفظ التوم، مش هيخليه يحمر معاكي وتجيبيه كده. انا قرن على فكره هما اللون ده عشان انا عامله قرن شطه عليهم حلو. نضربهم بس من بعض كده. انا قلت اغلب نفسي ليه، حطيتهم مرتين ثلاثه في المفرمه ما فرمتهمش. الاصلي مش يعني مش مفرمه قوي يعني، على قدنا يعني، جايبينها من زمان. وبعدين الاسلحه بتاعتها بتطج على طول. شايفين؟ تروحي تجيبي كده الحبه ما شاء الله اللهم بارك، ونحطهم كده في العلبه. لا قلت والله لا اعملهم مع حبايبي حبه التوم الحلوه الجميله دي. ناعمين وحلوين ما شاء الله. يلا قومي كده ما تخليش ما تجفيش. كده عملناهم ما شاء الله. سوري على الصوت. ونعملهم كده هنحطهم في، انا قلت لكم ايه، هنحطهم في التلاجة من تحت. تفص خساره بدل ما كان بعيد. نحطهم في التلاجة من تحت. يلا كده لو عندك شويه توم قدام قومي قشريهم وما تسيبوهمش كده يفضوا خساره. شايفين يا جمال ويا حلاوته يا طعمته. حبه توم تحفه 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 بجد يعني، تحفه بجد يعني. شايفين يا جمال ويا حلاوته يا لذاذته. ايه رايكم في الجمال؟ حبه توم تحفه، بس هنحط عليها حبه زيت من فوق كده عشان ايه. ايه رايكم يا حبايبي؟ حبه توم والله قلت لي اعملها الوصفه الحلوه الجميله دي عشان التوم اهم حاجه. تحط الليمونه وحبه السكر اهم حاجه. السكر ماده حافظه. وتحطوا ايه اللي ما صلى على سيدنا محمد الملح. كده بس نودي الزيت ندوره في المكان اللي هو فيه عشان ايه يبقى كله شارب بالزيت. يلا كده ننشف الغطا، ما تخلوش حاجه فيها ميه. انا غسلت العلبه ونشفتها. لازم تخلوا الحاجه ما فيهاش ميه يا حبايبي. يلا كده بينا نعملهم ونحطهم كده. وانت عايزه حبه تروحي جايباهم مفرومه حلوه وجميله لذيذه، بدل ما تقشر وتعمل ايه. كنت بقشر واعمل اوجع دماغي كل طبخه. طلع والله لا اعملهم ايه، لا اقشرهم واحطهم في علبه. يلا يا رب فيديو البسيط ده يعجبكم. فيديو بسيط خالص خالص على قدي. يا رب فيديو البسيط ده يعجبكم ومن رضاكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، واللي ما اشتركش عندي وصفات ام حبيبه يشترك. وهسيبكم في رعايه الله.